الناس في فرح ودمعك جاري مما جرى يا غزة الأحرار. الناس في أمن ووحدك أنت يا أم الجراح رهينة الأخطار. يأتي النهار على الشعوب وأنت في ليل ولا يأتيه ضوء نهار. شعب يموت اليوم جوعا بعدما ضرب العدو عليه قيد حصار. يا للجريمة أنها قد أصبحت، يا للجريمة أنها قد أصبحت للعالم البشري وصمة عار. مات الضمير فما هنالك رحمة، والخير مات بعالم الأشرار. ماذا جرى إن القلوب تجاوزت حدا يفوق قساوة الأحجار. لم يكتفوا بالقصف، لم يكتفوا بالقصف، يا لله كم حملت أياديهم من الأوزار. القلب يبكي في الضلوع بحسرة مما تراه العين في الأخبار. يطغى الطغاة وسوف تأتي في غد عما قريب نقمة الجبار، عما قريب نقمة الجبار. لا شك أنكم تتذكرون ذلك المشهد الذي قدمناه العام الماضي. تحدثنا فيه عن عودة الطلاب إلى المدارس إلا طلاب غزة، وكنا نأمل أن يأتي هذا العام بأمل جديد، ولكنه جاء بوجع جديد. قتل الكثير من طلاب مدارس غزة العام الماضي بسبب القصف، ومات الكثير منهم هذا العام بسبب الجوع، ومات الكثير من الذين لم يصلوا إلى مرحلة الدراسة. لم يعد لطلاب مدارس غزة أمل أن يدرسوا، لأنه لم يعد لهم أمل أن يعيشوا. أيها العالم البشري، أغلقوا المدارس كلها والجامعات كلها، لأنها لم تخرج لنا بشرا بل وحوش. أي قيمة لعلم لا يحرك أمة لإنقاذ شعب يموت قصفا وجوعا؟ أي قيمة لدول تدعي أنها عظمى وبعضها يشارك في إبادة شعب بأكمله وبعضها الآخر يتفرج؟ وأنت أيتها الأمة العربية والإسلامية، أيها القادة، أيتها الشعوب، هل ترضون أن يذهب أبناؤكم وبناتكم إلى المدارس ويذهب طلاب غزة وبناتها إلى القبور؟